بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض شاورمة اللحمة المصري. هنعملها في البيت بكل سهولة بتتبيلة فوق الروعة. تتبيلة سهلة وبسيطة، مكوناتها بسيطة جدا، بس هتخلي لنا شاورمة اللحمة دي في حتة تانية خالص. جربوها ان شاء الله بنفس الطريقة النهاردة، وانا متأكدة ان هي بإذن الله هتنول اعجابكم. عملنا قبل كده شاورمة الفراخ بطريقتين مختلفين، وكانت النتيجة بتاعتهم مرضية جدا. ناس كتيرة قوي جربتها والتتبيلة بتاعتها كانت روعة جدا وعجبتهم. وان شاء الله برضو ان شاء الله النهارده شاورمة اللحمه التتبيله بتاعتها برضو هتعجبكم وتكون سهله وبسيطه عليكم باذن الله. عملناها كده في سندوتشات، وعملناها كمان في الكريب زي ما انتم شايفين كده، وبرضو عملنا طريقه الكريب قبل كده موجوده على القناه. هنسمي كده بسم الله ونشوف عملناها ازاي مع بعض. اول حاجه كده انا معايا هنا ده كيلو من الشاورما. طبعا هتجيبي الكميه اللي تريحك زي ما انتم شايفين كده، متقطعه شرايح رفيعه جدا جدا زي ما انتم شايفينها كده. لو مش هتعرفي تقطعيها بالمنظر دوت تقدري تخلي الجزار هو اللي يقطعها لك. عايزينها تكون رفيعه قوي كده علشان اللحمه تستوي معانا بسرعه وما تاخدش معانا وقت. تمام كده. بالنسبه للتتبيله، طبعا التتبيله اللي انا هتكلم عليها ديت بتاعه كيلو من الشاورما. حطيت كده كوبايه من الزبادي، وحطيت عليهم 3 معالق كبار من الزيت. ده زيت زيتون، ما عندكيش زيت زيتون تقدري تحطي زيت نباتي عادي خالص، مفيش اي مشاكل. هحط معلقه كبيره من الخل، ومعايا كمان نص فنجان من ميه البصل. انا هستخدم البصل والثوم فريش، افضل من الثوم البودر والبصل البودر. حطيت نص معلقه صغيره من الكمون، نص معلقه صغيره من الفلفل الاسود، وهحط كمان رشه زعتر كده بسيطه ما بين ايديا. ومعايا هنا كده عصره ليمونه كامله. عايزين يكون فيها طعم المزازه الشاورما، يكون فيها طعم المزازه اللي احنا زي اللي بنشتريه كده من بره. ادي كده النص التاني. معايا هنا بقى كيس من خلطة الشاورما، بتتباع متوفرة عند العطار. بتدي تيست وطعم حلو جدا 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 للشاورما، شاورمة فراخ او شاورمة لحمة، مش هتفرق خالص اي حاجة. بعد كده حطيت نص معلقة صغيرة من الثوم المهروس، وهبتدي بقى دلوقتي اقلب كل المكونات دي كده مع بعضيها. التتبيلة سهلة وبسيطة جدا، وفي نفس الوقت ريحتها وطعمها روعة جدا، وهيخلوا لي الشاورما بجد زي الجاهزة ويمكن احسن كمان. حطيت دلوقتي بقى اللحمه بتاعتي، وهبتدي اقلبها كويس جدا في التتبيله، واتاكد ان اللحمه يعني اتغلغلت او التتبيله دخلت كلها كده في اللحمه، كلها اتغلفت بالتتبيله. خلاص كده قلبتها كويس وتاكدت ان التتبيله دخلت في كل اللحمه. هبتدي بقى دلوقتي اغطيها واحطها في التلاجة، يعني اقل حاجه لو مستعجله يبقى 3 ساعات. لو هتبات في التتبيله يكون افضل، وهتدينا نتيجه افضل بكتير. بعد ما عدى عليها 3 ساعات حطيت هنا على يعني على عين البوتاجاز، النار تكون عاليه. حطيت كده قطع من اللي هي الضاني، انا قطعتها كده صغيره زي ما انتم شايفين، وحطيت عليها كمان شويه من الزيت، واستنيت كده لما اللي هي نزلت كل الدهون اللي فيها. وهبتدي احط الشاورما بتاعتي كلها مره واحده. لو مش متوفر عندك اللي هي مفيش اي مشاكل خالص، او لو مش بتحبيها تقدري تستغني عنها تماما وتستكفي بالزيت وبس. هنا بقى انا هحط الشاورما كلها مره واحده، مش هعمل زي شاورمه الفراخ. احنا ساعتها حطيناها شويه شويه لان ما كنتش عايزه الفراخ تنزل السوائل اللي فيها. لكن بالنسبه للحمه علشان عايزاها تستوي معايا ومش عايزه ازودها ميه، هبتدي احطها مره واحده علشان تنزل جزء كده بسيط من الميه اللي فيها او من السوائل اللي فيها علشان تستوي فيها. تمام كده. هي كده خلاص نزلت اهي جزء من السوائل اللي فيها. هبتدي بقى اقلبها، وبرده زي ما هي كده على نار عاليه، وهغطيها واسيبها لحد ما الميه دي تتشرب تماما والاقي اللحمه استوت معايا. طب لو ما لقيتش اللحمه يعني لقيت الميه اللي فيها نشفت واللحمه لسه ما استوتش، هبتدي احط عليها حوالي ربع كوبايه كده من الميه السخنه. مش هزود ميه قوي علشان خاطر ما تديناش طعم المسلوق. تمام كده. وهبتدي اعمل كده لحد ما الاقي اللحمه خلاص استوت معايا. خلاص كده اللحمه تمام معايا وشربت ميتها واستوت معايا وبقت زي الفل. هبتدي بقى دلوقتي احط عليها بصلايه كده كبيره متقطعه جوليان رفيع جدا، او بصلتين متوسطين مفيش اي مشاكل. هوريكم بس اللحمه استوت قد ايه، استوت ازاي اهي، لان هي اصلا متقطعه رفيع جدا وما بتاخدش اي وقت خالص. بعد كده حطيت عليها فلفل الوان. عايزه اقول لكم بس معلومه، ان هنا الميه ما كانتش نشفت تماما، يا دوبك في شويه ميه بسيطه جدا جدا في اللحمه. تمام كده، علشان انا مش عايزه اللحمه والخضار على ما اشوح الخضار مع اللحمه مش عايزاها تكون ايه تتحرق معايا. هبتدي كده اقلب فيهم شويه، اشوحهم كده مع بعض شويه لحد ما كميه الميه البسيطه دي تنشف معايا واللحمه تديني كده لون حلو. هنا بقى هحط كده معلقه كبيره من البابريكا،
وتقدري تحطي البابريكا دي مع التتبيله مفيش اي مشاكل خالص. حطيتها بس هنا كده علشان تديني كده لون حلو قوي كده للحمه. تمام كده. هشوح بقى كده الخضار بتاعي مع اللحمه لحد ما اللحمه تتشوح معايا وتديني كده يعني لسعه كده بسيطه ولون كده خفيف جدا، مش عايزاها تتحرق معايا ولا عايزاها تنشف معايا. هنا في الوقت ده كده انا كنت هديت النار واللحمه كده خلاص تمام معايا وادتني اللون المميز اللي انا عايزاه، وفي نفس الوقت طريه جدا معايا وما فيهاش اي سوائل خالص، وبجد طعمها وريحتها في منتهى الروعه والجمال. طبعا انا اللحمه عندي كانت ملبسه فنزلت كمان شويه دهون. لو مش حابه الكلام ده كله واللحمه عندك ملبسه تقدري تقللي كميه الزيت او اللي احنا حطيناها في الاول. هي كده تمام قوي معايا. هبتدي بقى دلوقتي اطفي عليها النار وانزلها. تقدري في الوقت دوت بقى كده تحطي عليها طماطمايه متقطعه، بس اهم حاجه تشيلي البذر بتاعها لو حابه، او يعني وكمان تحطي معاها كمان رشه بقدونس. انا بحبها كده من غير طماطم ولا بقدونس وبتبقى حلوه قوي. طبعا الاكل ده اذواق ونقدر نحط الحاجه اللي احنا بنحبها واللي ما بنحبهاش نستغنى عنها مفيش اي مشاكل. هبتدي بقى دلوقتي كده احطها في السندوتشات، وحطيت عليها كاتشب ومستردة، وممكن كمان نحط عليها مايونيز. ممكن نستغنى عن دول ونحط طحينه، ممكن نستغنى عن كل دوت ونحط ترانشات طماطم فلفل، او من غير اي حاجه خالص. هي طعمها كده لوحده تحفه جدا جدا جدا. الريحه بتاعتها روعه يعني بجد حلوه قوي قوي قوي. صدقوني والله متاكده ان هي هتعجبكم جدا، بس اهم حاجه امشوا على نفس الخطوات بالظبط. اسفه. انا طبعا يعني حطيتها كده في السندوتشات، وعملت كمان سندوتش كده كريب علشان اوريهولكم. عملت بس سندوتش واحد كده علشان ايه بس الوقت. هوريهولكم معايا. طبعا قلت لكم ان انا عملت طريقه الكريب ده قبل كده موجوده على القناه. الطريقه بتاعته سهله جدا وبرده ان شاء الله هتعجبكم لو حابين تشوفوه. شكلها بصراحه بيتكلم عن نفسه، شكلها يفتح النفس. اللحمه طريه معايا وفي نفس الوقت واخده لون حلو قوي، ما فيهاش سوائل كتيره وطعمها حكايه. هوريكم بس كده سندوتش الكريب بعد ما عملته، حبيت بس ان انتوا تشوفوه معايا. انا عملت بس سندوتش واحد وبعد كده يعني صورته وبعد كده كملت انا بقى مع نفسي بقيه السندوتشات، لان انا السندوتشات اللي كنت بعملها كانت بتتاكل اول باول يعني مفيش حاجه بتستنى. شايفين شكلها روعه جدا 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 بجد حلوه قوي قوي. وفي الكريب احلى احلى بكتير من السندوتشات. لكن طبعا انتوا هتعملوا اللي بيريحكم واللي بتحبوه. زي ما قلت لكم الاكل ده اذواق وفنني زي ما انت عايزه. اهم حاجه تمشي على التتبيله بتاعه اللحمه هتعجبك جدا جدا جدا. اتمنى الفيديو النهارده يكون نال اعجابكم، واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.